فكرة إني كنت مجرد تسلية لشخص وأشبع رغبات ليه وإنه استغلني ومش قادر أسامح نفسي ومنه لله. لا، كده مش كويس ليكي، وكده انت بتضري نفسك وهتدمري نفسك وهتلاقي نفسك في معاناة وهتبتدي إن يبقى في مشاكل نفسية وجسدية في حياتك. وانت في غنى عن كل الكلام ده. كل اللي انت محتاجاه ان انت تغيري من طريقة تفكيرك. وايه اللي محتاج تغير طريقة تفكيرك هو انه المشكلة مش ان هو استغلك، ولا ان انت كنت بتسلية بالنسبة له. المشكله كلها ان انت كنت بتخدعي نفسك في خلال العلاقه وعماله تقولي لنفسك لا ده هو بيحبني، وانت حاسه ان هو مش بيحبك وان هو بس عايز منك رغبات جنسيه وبس. وانت شاكه في الموضوع، فانت بتقدمي له اللي هو عايزه وبتقول بتضحكي على نفسك وتقولي ده هو لما ياخد اللي هو عايزه هيبقى جنبي وهيبقى مبسوط معايا عشان بيسمعني كلام حلو طول ما هو عايز مني حاجه. فانا علشان بسمع الكلام الحلو ده ببقى مبسوطه فببقى مكمله وبديله اللي هو عايزه. مش ده اللي انت كنت بتعمليه. وهنا دي المشكله الاساسيه، ان انت مش ان هو خدعك واستغلك، ان انت ضحكتي على نفسك. وبدل ما بتواجهي نفسك ان انت كنت بتخدعي نفسك، فتتعلمي من الموضوع دوت ان انت ما تخدعيش نفسك مهما حصل ومهما كان تحت ايا كانت الظروف. تكوني حقيقيه مع نفسك وتكوني واقعيه مع نفسك قبل مع اي حد تاني. وعلشان تقدري تستوعبي حاجه زي كده من غير ما تهدك ومن غير ما تحسي انه ده يحكم بيكي على نفسك، تحكمي بيه على نفسك، ان انت محتاجه تعرفي ان انت كانسانه قيمه وقيمتك ما بتتغيرش. انما انت كانسانه عندك جزء تاني منك اللي هو تصرفاتك، وانت اكبر من تصرفاتك، لان تصرفاتك جزء منك انت بتعمليها. تصرفاتك ممكن يطلع منها غلط، ممكن يطلع منها صح. طلع غلط ده مش معناه انت وحشه، طلع صح ده مش معناه ان انت بقيتي حلوه او انت انسانه بقيتي قيمه. انت كده كده انسانه قيمه بغض النظر عن تصرفاتك، وان تصرفاتك ممكن نغيرها، مش محتاجين نغيرك انت. وبالتالي علشان تقدري تتعلمي محتاجه تعرفي ان اللي فات مات ومش هيتغير، وان كل اللي في ايدك اللي جاي. اللي جاي ان انت علشان يبقى احسن وتصرفاتك تبقى احسن، انت محتاجه تتعلمي من اللي فات ومن اللي انت عملتيه علشان اللي جاي. واللي انت عملتيه دوت مش معناه انه انت بايظه وانت فيك مشكله، انها في تصرفات انت عملتيها شفتي نتيجتها انها كانت غلط. خلاص اتعلمتي، وكده كده بتدفعي ثمن الغلط. لومك بقى وعتابك وان انت تبقي متضايقه من نفسك ومش قادره تسامحي نفسك وانه منه لله، كل الكلام دوت مش هيودي ولا هيجيب غير ان هو هيثبت المعاناه وهيثبت المشكله، وهتزدادي في الضعف وهتزدادي في الاحتياج وهتزدادي في المشاكل النفسيه والجسديه اللي تخليك ان انت عاجزه، اللي ممكن مع الوقت ما تعرفيش حتى تصلحي منها. ففوقي وقفي الفكر دوت علشان تعرفي تعيشي بشكل مناسب.